السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى خير. كنرحب بالناس اللي عاد انضموا للقناة، مرحبا والف مرحبا بكم. وكنشكر الناس اللي معايا منذ بداية القناة، شكرا على الدعم ديالكم. اليوم ان شاء الله اقتراح جديد سهل سريع كيف ما عودتكم دائما، اقتصادي بدون دقيق ابيض بدون حليب وببيضة واحدة. وصفة تستحق التجربة، لذيذة وهشيشة وكتذوب في الفم بمعنى الكلمة. غنخليكم مباشرة مع المقادير وطريقة التحضير. وكنتمنى اخواتي ما تنسونيش من التشجيع ديالكم بجمل الفيديو والاشتراك في القناة فضلا وليس امرا. بسم الله، نبداو على بركة الله. في اناء كنديروا بيضة واحدة تكون بحرارة الغرفة، دائما البيض ديالكم خرجوه من الثلاجة باش ينجح لكم في الوصفات ديالكم. هنايا كنضيف عليه كاس الا ربع ديال السكر حبيبات مع رشة صغيرة من الملح. كنطرب غير شوية بشوية هاد البيضة حتى كتنسجم ليا مع السكر كما كتشوفوا معايا. ضروري تمزجوها جيدا حتى كيذوبوا حبيبات السكر، كيولي عندنا خليط ابيض اللون كما كتشوفوا. ضفت عليه واحد الساشي ديال الفانيلا 7 غرامات، وكنستمر دائما في التحريك جيدا حتى كيتنسجم ليا المكونات. كنتحصلوا على خليط كيكون ابيض اللون وكيكون بحال شي كريمه. كنضيف كاس الا ربع ديال الزيت النباتيه، وكنستمر دائما في الخلط حتى كتنسجم ليا الزيت مع الخليط. ما كتبقاش الزيت هكا معزوله بوحدها في الجوانب، ضروري نسجموا جميع المكونات. والان غنضيف كاس ديال عصير البرتقال اولا عصير المندرين. حنا دابا في الموسم ديالو موجود بكثره وفي كل بيت غتلقاه. كنعصروه كناخدو منه كاس. وبالنسبه للوزن ديال الكاس 150 مليلتر بالنسبه للسوائل، كاس العنبه المعروف. هنايا غنضيف علبه من الياغورت بالنكهه ديال الموز، ممكن تضيفوا اي نكهه متوفره عندكم. كما كتشوفوا معايا كنحاولوا نخلطوه مزيان باش كينسجم لينا مع المكونات الاولى. ضروري من بعد اضافه اي مكون كتخلطوه مزيان باش كتندمج جميع المكونات. والان غنبدا نضيف الدقيق ديال الفينو اللي غنستعمل اولا سبيسيال اولا ما يسمى بالسميد الرطب اولا السميد الناعم جدا. غنستعمل 2 كؤوس كما شفتوا معايا، مقادير راهم جد مضبوطين. 2 كؤوس، وبالنسبه للكاس راه كيهز 125 غرام من دقيق الفينو. كما شفتوا معايا ضفت 2 كؤوس. كنخلط الخليط ديالي مزيان. وبالنسبه للفينو اللي غتستعملوا يكون نوعيه جيده، راه كيكون اللون ديالو اصفر وكيكون احرش. وهنايا غنضيفوا 2 اكياس ديال خميره الحلويات اللي المجموع ديالهم هو 16 غرام. كنخلط حتى كتنسجم ليا الخميره مع المكونات الاخرى، وما كنبالغوش بزاف في الخلط في هذه المرحله هذه. كما كتلاحظوا معايا القوام ديال الخليط لازم يكون بهذا الشكل. وكنكونوا وجدنا القالب اللي غنستعملو اولا المول، كنكونوا دهناه بالزبده، رشينا فيه دقيق الفينو ودرناه في المجمد. ضروري هاد الخطوه هادي كتخلي لنا الكيك الا طاب دغيا كيتحيد من المول وما كيلصقش. كما شفتوا معايا هنايا كنفرغ فيه الخليط مباشره. وبالنسبه للقطر اللي استعملت هنايا، القطر ديالو هو القطر ديال القالب عفوا هو 26 سنتيمتر. كنفرغ فيه الخليط وغنحتفظوا به جانبا. وغنحتاجوا لواحد الحبه ديال التفاح. انا درت حبه واحده، الحجم ديالها شويه كبير. غسلتها قشرتها وحكيتها في المبشره كما شفتوا معايا. ضفت عليها واحد المعلقه ديال السكر، وغنضيف عليها القليل من الكاوكاو ايفيلي هو اللي كان متوفر عندي حاليا. في هذه المرحله ممكن تضيفوا اي حاجه متوفره عندكم، ممكن تضيفوا اللوز مهرمش، كاوكاو مهرمش، القرقاع، الجوز. ممكن تضيفوا اي مكسرات عندكم، ممكن تضيفوا الزبيب كذلك. هنايا ضفت القليل من حبيبات الشوكولاته ديال الكوكيز. غنخلط ديك التفاحه مع داك الكاوكاو والشوكولات بهذا الشكل هذا.
وغنضيفو على الوجه ديال الكيك ديالي بهذا الشكل. غنحاول نوزعو عليه كامل. كما قلت لكم ممكن تضيفوا الزبيب، ممكن تضيفوا الكركاع، ممكن تضيفوا اي انواع من الفواكه الجافه متوفره عندكم. الا ما كانوش عندكم ممكن ديروا غير التفاح وحبيبات الشوكولاته من الاحسن. او اللي عندكم الشوكولاته قطعوا قطع صغيره ولوحوا عليه هكا، كيعطيه مذاق زوين وشكل رائع. كما شفتوا معايا كنوزع داك الخليط ديال الكاوكاو ايفيلي مع التفاح وحبيبات الشوكولاته من الفوق. وبالنسبه للفرن في هذه المرحله راني سخنت عليه باش يسخن ليا مزيان. ضروري الفرن يكون سخون مزيان من قبل وشعل غير من التحت فقط. دابا غندخلها للفران وغنقص عليها النار على نار مهيله جدا. بالنسبه للفرن الكهربائي على 160 درجه. بالنسبه للفرن الكهربائي ممكن تشعلوا الفوق والتحت باش طيب مره واحده. فرن غاز كتشعلو غير من التحت حتى كطيب وتحمر من الجناب، عاد كتشعلو عليها من الفوق باش كتحمر من الوجه. والان غندخلها للفران وان شاء الله نتلاقاو من بعد ما طيب. وهنايا الكيكه ديالي هنايا يلا خرجتها من الفران مباشره وهي باقا سخونه، كتعطي واحد الرائحه وهي كطيب يا سلام. ما تخليوهاش في الفرن مده طويله باش ما تنشفش معاكم. انا راه خدات ليا تقريبا 40 دقيقه، يعني ردوا معاها البال. انا غنغطيها بواحد المنديل وغنخليها غير واحد شويه تدفى. عاد غنزول ليها المول كما شفتوا معايا. راه كتجي ما شاء الله، كتجي بحجم عائلي. وكما شفتوا معايا ببيضه واحده فقط كتجي شي حاجه ديال تحميره الوجه. بالنسبه للتزيين انا خليتها غير كيما هكا. ممكن نتوما الا بغيتو تضيفوا خطوط ديال الشوكولاته من الفوق اولا خطوط ديال الكراميل. وهنايا ان شاء الله ضروري ما نقطع لكم قطعه باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل. ما كرهتش نذوقكم باش تشوفوا الخفه والهشاشه ديالها، ولكن انا متاكده انكم كتثقوا بيا، كتثقوا بوصفاتي، وان شاء الله متاكده انكم غتجربوها وتعجبكم بزاف. كما شفتوا معايا راه كتذوب في الفم، واحد المذاق رائع جدا. شوفوا معايا الخفه ديالها من الداخل. وهنايا راها قطعتها راه مازال سخونه شويه، يعني غير دافيه. الا خليتوها تبرد راه غتكون احسن. كما تشوفوا معايا غنقسم معكم هاد الطريف هذا باش تشوفوا كيفاش خفيفه ومعلكه وداك الطبقه المقرمشه شويه من الفوق ديالها. صراحه رائعه بكل المقاييس. ان شاء الله تجربوها اخواتي، عاد غتعرفوني على اش كنهضر. كنشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعه ديالكم وعلى التعليق ديالكم الطيبه اللي كتفرحني بزاف. ان شاء الله نتلاقى بكم في فيديو اخر. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.